السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. حندير معكم شرك العريان بطريقة سهلة ومقادير بسيطة، ويجي الشكل ديالو شباب كما راكم تشوفوا في الفيديو، ويجي يذوب في الفم. هاد الوصفة من البكري نديرها وحبيت نشاركها معكم. ما طولش عليكم، نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نسحقوا 3 كيلات فارينة. بالنسبة للكيلات حبوا تصغروا ولا تكبروا، انا كيلت بهاد لو بول درت 3 كيلات، ولو بول اللي كيلتو به فارينة هو اللي تكملوا به المقادير الاخرين. عندنا هنايا كيلة تاع السمن يكون بارد ذوبته وخليته يبرد، وكيلة تاع سكر ناقص اسبوع، حبة بيض، مغرفة كبيرة تاع لافاني، ونص مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية. شوفوا نص مغرفة، ما تعمروهاش، مغرفة صغيرة ما تعمروهاش. هادو هما المقادير. بالنسبة للعجينة نسحقوا مع زهر والماء. السمن اللي استعملته انا صال، هاد الماركة مليحة ننصحكم بها. وعندي مبشور الليمون، انا ندير مبشور الليمون في العجينة وفي الحشو. هنا عندي 2 كيلات تاع كاوكاو محمص ومرحي، ونص كيلة تاع السكر. بهذه اللي كيلت الكاوكاو بنفس الكيلة حيت كيلو السكر. درت 2 كيلات كاوكاو ونص كيلة تاع السكر. هنايا عندي كاوكاو رحيته خشين شويه بوغ لا ديكوراسيون، وتقدروا تستعملوا لوز ايفيلي كيما حبيتوا. نمروا لطريقه التحضير. نحط الفارينه، نضيف عليها السكر، 3 كيلات فارينه مع كيلة سكر ناقص اصبع. نخلط بيدي، نزيد نضيف مغرفه كبيره تاع لافاني ونص مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. اني نعاود لكم في المقادير. مبشور الليمون، زاز تاع السيترون راح يزيد لها في البنه، ننصحكم تزيدوه، رشه ملح، ونكمل نخلط بيدي نواشف. دوكا نزيدو حبه بيض، نخلطها مليح مع الفارينه والسكر حتى تدخل في الخليط. دوكا نضيفو كيلة تاع السمن تكون دايبه وبارده. ردوا بالكم ديروه سخون، لازم يكون بارد السمن. ونبسس العجينه ديالي، هذاك السمن لازم ندخلو مليح في الفارينه. بعد ما بسست العجينه ديالي مليح، نزيد كميه تاع الماء زهر، ما ديروش بزاف ماء زهر، غير شويه ورشو هكذا. ونبدا نضيف في الماء باش نلم العجينه. الماء ردوا بالكم ضيفوه تدريجيا، وفي نفس الوقت لموا العجينه ديالكم. ردوا بالكم تعجنوا، لموا برك كما راني ندير في الفيديو. ما رانيش نعجن، راني ندير في الماء وفي نفس الوقت راني نطم العجينه. هنايا العجينه نديروا لها فيلم اليمونتير ولا ان ساشي اليمونتير، ونخلوها ترتاح لمده 30 دقيقه، ونحضر الحشو. بالنسبه للحشو 2 كيلات تاع كاوكاو مع نص كيلة سكر. انا الحشو هنايا ندير له زاز تاع السيترون، وزيدوا شويه قرفه
حوالي نص غرفة صغيرة تاع قرفة. ونلمو الحشو بالمزهر. هنا المزهر ما ديروش على خطرة، ضيفوا ولموا في نفس الوقت حتى تتحصلوا على عجينة. الحشو هنا لازم يكون حاكم روحه شوية باش ما يعييكمش في الخدمة. حتى الحشو خلوه يرتاح مع العجينة لمدة 30 دقيقة. هنايا العجينة راح نديرها كرات تاع 33 غرام. نستعملوا الميزان باش يخرجوا الحبات كامل كيف كيف. بعد ما كملت كامل العجينة اللي كانت عندي، دوكا نغطيها بفيلم اليمونتير. هنا لازم تغطوهم، تخلوهمش هكداك. هنايا وجدت البلاطو ديالي، فرشتلو بابي كويسون. الحشو تاني راح ندير كرات تاع 20 غرام ونشكلو على شكل حربوش باش تجيني الخدمة سهلة. هنايا الحربوش رقوه في لي كوتي وخلوه في الوسط بومبي باش تخرج الحبة تاع التشارك شابة. دوكا نبدا نشكل حبات تاع التشارك. سور لو بلان دو طرافاي نحكموا لا بروميير بول. الا كان عندكم المول تاع التشارك راح يساعدكم، سينو استعملوا هذه الطريقه، سي بلو رابيد وتجيكم سهله وتخرج الحبه تاع التشارك شابه. كي تحلوها بيدكم حلوها من الفوق رقيقه وخلوها من التحت تكون خشينه، وحلوها بالحلان. لازم كي تحلوها حلوها على السمك يكون رقيق، حلوها مليح حتى تشوفوا البلان دو طرافاي ديالكم يبان. نحطوا الحشو بهذه الطريقه ونستعملوا الكوبات حتعاوننا باش نرفدوا العجينه بالبلان دو طرافاي باش ما تلصقش. ونلويو العجينه على الحشو بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت ضغطوا العجينه لداخل. كي تكونوا تلويو ضغطوا مليح العجينه مع الحشو وخدموا الحبه ديالكم وفينيوها مليح. سقموا لها الشكل ديالها باش تخرج شابه. نعاود نشكل حبه واحده اخرى معكم. شوفوا هنايا نفتحها رقيقه من الفوق ونخليها من تحت خشينه ونفتحها مليح بالحلان. شوفوا هنايا راني نحل مليح العجينه، لازمش تحلوها خشينه، حلوها رقيقه. ونحط الحشو بالكوبات دائما. نعاون العجينه باش ما تلصقليش في البلان دو طرافاي ونلوي بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت نضغطوا ونسقموا الشكل. طريقه سهله وتمتم تكملوا العجينه ديالكم. هنايا عندي حبه بيض والكاوكاو تاع لا ديكوراسيون. ندير الحبه نجوزها على البيض ونحطها في الكاوكاو. هذا ما كان طريقه سهله. راح نكمل العجينه بنفس الطريقه. الفرن ديالي شعلته على 160 درجة، مدة الطهي 20 دقيقة. كي نشوفوهم طابوا من التحت نطفوا عليهم ونشعلوا لهم الفوق باش يدوا ان بيل دوغور. بعد ما خرجتوه من الفرن مباشرة رشيته كامل بسكر غلاس.
نكمل العجينة اللي بقات لي ونشوفوه في الشكل النهائي. شوفوا الشكل ديالو جا بزاف شباب. وصفة مضمونة وناجحة من أول تجربة. شوفوا هنا نقسم معكم الحبة، يجي بزاف طري لداخل ويجي مبسس. نتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله.